مرحبا حبايب قلبي، ورجعنا لكم اليوم بفيديو جديد. اليوم ثالث ايام الشهر الفضيل، رمضان كريم علينا وعليكم بالصحة والعافية. اليوم احنا في مدينة رونكل الألمانية اللي تقع في مقاطعة هيسن. اليوم الموضوع مالنا تكملة للحلقة الأولى. اليوم الحلقة الثانية من برنامج استكان شاي في رمضان. تكلمنا في الحلقة السابقة بعض أصحاب الماركتات والمحلات التجارية والاستغلال الواضح لهذه المحلات. يعني الفقير دائما ما يحب يكون في شهر رمضان عنده مائدة مملوءة بالبقوليات واللحوم والشرابة، وهذا اللي ما تعودنا عليه من خلال السنين اللي عشناها في بلادنا. ولكن في ألمانيا راح أتكلم هذا الوضع مختلف جدا. ليش مختلف؟ للأسف في بلادنا يستغلون هذا الشهر الفضيل، وخصوصا قبل قدومه ب10 أيام أو أسبوع. ولكن في ألمانيا نشاهد العكس. يعني الماركتات التركية اللي موجودة في ألمانيا دائما ما تخلي أسعار وتخفيضات في شهر رمضان الخير، رمضان المبارك. للأسف ولكن في بلادنا لا، احنا نشوف العكس. صعود، استغلال المواطن. يعني أبسط سبل المعيشة اللي يحب يعيشها من أمان وكهرباء. طبعا هذا موضوع الكهرباء راح نتكلم إن شاء الله بالحلقات القادمة، وظاهرة الكهرباء اللي ما انحلت منذ 2003 إلى يومنا هذا. للأسف ما نريد ندخل في بعض الأمور، ولكن راح نتكلم بصورة خاصة للمواطن العراقي والعربي في ألمانيا بصورة عامة. أرجع وأقول الماركتات التركية في ألمانيا، حتى بعض الماركتات العربية نوعا ما تعمل تخفيضات للصائم. الموضوع الثاني اللي راح نتكلم به اليوم هو كيف يتم استغلال المواطن العراقي في بلداننا. للأسف دائما ما العامل يعني يوميته 25,000 دينار أو يوميته 20,000 دينار أو 30,000 دينار في العراق. طبعا هذا ما تكفي. إذا كانت عنده عائلة للأسف في شهر رمضان ما راح يقدر كل أكلة راح يأكلها أو يحبها ويحبوها أطفاله. للأسف راح يعاني ويعاني، خصوصا في شهر رمضان. وراها راح يجي عيد الفطر المبارك، يحتاج ملابس، يحتاجون زينة إذا كانت للأطفال أو للبنات أو إلى آخره. ولكن للأسف تجار اللي موجودين ببلداننا للأسف يستغلون هذا الطابع عكس اللي نشوفه هنا. طبعا اللي عايشين في ألمانيا أو في أوروبا كل نهاية سنة أو كل نهاية سنة دائما ما تكون تخفيضات حتى في الملابس. نشوف الفقير ونقول احنا على قولتنا والزنقين عنده شوفه يلبس. ولكن بلداننا للأسف نشوف الأكثرية، ما راح نقول بعض، ولكن الأكثرية من أصحاب الماركتات وأصحاب المحلات حتى الأزياء اللي موجودة. وراح تشاهدون هذا إن شاء الله بالأيام القادمة. يعني بعد ما الله يعطينا العمر والصحة والعافية إنه وإلكم إن شاء الله، بينما راح تشاهدون بأنه الملابس راح تكون في غلاء وفي غلاء مستمر. للأسف يتم استغلال المواطن والتجارة بصورة خاصة على حساب المواطن العربي. خليكم ويانا وتابع الفيديو للأخير. ورجعنا لكم مرة ثانية حبايب قلبي. طبعا ونبقى بموضوع أصحاب الماركتات والمحلات التجارية اللي متواجدين في ألمانيا وحتى في العراق. للأسف هاي الظاهرة أبدا ما راح تنتهي. راح تقولوا لي شنو يا كابتن؟ ظاهرة الإكسباير. كثير من المحلات عنده بقوليات، عنده ألبان، عنده لحوم، يعني خارج
عن تاريخه أو تاريخه منتهي أصلا. تشاهده يحط لها لوجو جديد وتاريخ جديد، وبعدها يتسمم الصائم. للأسف بعد ما يصوم أكثر من 12 ساعة وإحنا بالخارج أو أكثر من 18 ساعة، تشاهد رأسا يصير عنده مغص ويتقيأ، وحتى اكو ناس دخلوا مستشفيات للأسف، وموجودة حتى في أوروبا وفي ألمانيا، حتى مو بالعراق، بالعراق موجودة وبلدان عربية احتمال هم موجودة، بس راح أتكلم على بلد العراق وراح أتكلم على ألمانيا. أنا أكثر من حالة يعني ما أريد أحلف عليها، أكثر من حالة أنا شفتها وبيدي لازم يد بأنه الجيمر وغير الجيمر والأجبان والألبان اكسباير، وحاطها بالمحل وكأنما زينة. يعني أي شكوى على هذا صاحب المحل راح يعزل، أو هذا الماركت راح يغلق، ومن تقيم عليه دعوة تقول له هذا لا 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 كذا دقيقة، ياخذها من إيدك ويركنها، بعد ما تطلع يرجعها لمكانها للأسف. وهذا اللي ما نشاهده في أوروبا وحتى في العراق. في العراق البقوليات، اللحوم، المشتقات الألبان 3/4 بها اكسباير، ويعطيها للمواطن الصائم، وبعدها المواطن الصائم راح يتمرض ويروح للمستشفيات. وما شاء الله المستشفيات اللي عندنا حدث فلا حرج. يعني للأسف تشاهد بأنه الصيام مالته راح يكون عليه نقمة وليس نعمة. أنا حبيت أختم وياكم هذا الموضوع، موضوع أصحاب المحلات والماركتات والما يحدث من أمور وغلاء في الأسعار، والأمور اللي تحيط حتى في داخل الماركت من منتجات غذائية أو منتجات لحوم وغيرها من منتجات البقوليات. تابعونا وانتظرونا بحلقة ثالثة إن شاء الله من برنامج استكان شاي في رمضان، عفوا، من تقديمي وإعدادي الكابتن والإعلامي خالد وليد النعيمي. وانتظرونا في فيديو ثالث. تحياتي لكم ورمضان كريم علينا وعليكم.